بزاف منا كيشوف هاد التصاور وكيقول هاد الشيء مستحيل ولا خاصو بزاف ديال الفلوس والمكملات، ولكن الحقيقة هي أن أصعب خطوة هي تبدأ. اليوم غنشارك معكم قصتي، كيفاش بدات، الصعوبات اللي واجهت، وكيفاش قدرت نوصل لهاد النتيجة بالاستمرارية والانضباط. ديك الساعة فاش بديت كنت ضعيف بزاف وكنت كنحس ديما بالعيا، والثقة في النفس ما كانش عندي، وكل مرة كنت كنمشي لاصال كنبدا سيمانة ونقطع من بعد، حتى لواحد النهار قلت صافي بركة من الأعذار. قررت نلتزم، ماشي حيت بغيت تولي عندي فورمة مزيانة، ولكن حيت بغيت نكون أحسن نسخة من راسي. حيت السر اللي بزاف كيغفلوا عليه هو الماكلة. حيت شوف، راه تقدر دوز بزاف ديال الوقت في لاصال، ولكن إلا كنتي كتاكل أي حاجة عمرك غتشوف نتيجة زوينة. وفي التجربة ديالي ما كانش عندي برنامج معقد، ركزت على الأساسيات. كنت كنمشي 5 أيام في السيمانة، وأهم حاجة تعلمتها هي الزيادة التدريجية Progressive Overload. كل سيمانة كنت كنحاول نزيد شوية في الثقل ولا في عدد المرات reps. التدريب بلا صبر راه غير ضياع ديال الوقت، وبطبيعة الحال هاد الترانسفورميشن ما كانش سهلة. جاو أيام كنت عيان، أيام ما فياش كاع اللي يمشي، ولكن تما فين كيبان الفرق بين اللي كيوصل واللي كيبقى بلاصتو. الانضباط ديسيبلين هو اللي كيخليك تمشي فاش كتمشي الرغبة والموتيفيشن. في الرسالة ديالي ليك اليوم، ما تسناش نهار الاثنين ولا حتى يسالي الشهر باش بدا باللي عندك ومنين ما كنتي. النتيجة ما كتجيش بين ليلة وضحاها، ولكن مع الوقت غتشكر راسك بزاف حيت بديتي. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وقولوا لي في التعاليق شنو هو أكبر عائق حابسكم دابا باش تبداو.